السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من مطبخ أم إسلام. معنا كيلو لحمة أهو يا حبايبي، معنا كوباية فول صويا، معنا بصل بودر، توم بودر، فلفل أسمر، كزبرة، قرفة، بابريكا يا حبايب قلب أم إسلام، معلقة بيكنج باودر، معلقة ملح، معلقة بيكنج باودر، ومعانا برضو بهارات جايبينها جاهزة للهمبرجر يا حبايب قلب أم إسلام. يا رب يا رب ما اكونش نسيت حاجه، عشان انا احسن واحده بنسيل كل حاجه. طبعا هتقولوا الفول صويا غلط، انا مش مكتره وما بعملوش عندي نهائي. دي كوبايه فول صويا، وعلى الامانه كان عندي فضو حبه في الكيس بتاع ربع كوبايه، حطيتهم بالمره، يعني يعتبر دول كوبايه وربع، يعني مش مكملين 8 كيلو يا حبايب قلبي، مش ربع كيلو، 8 كيلو. فحطيتهم كده ايه، نخليه زي عايزين زي الشركات كده. ودي حته ليا كده، يا انتوا اعز ماليه. هنعمل النهارده همبرجر بمنتهى السهوله. توم بودر، بصل بودر، بابريكا، بهارات همبرجر، ملح، فلفل اسمر، كزبره، قرفه، معايا صفار بياض بيضه يا حبايب قلبي. على فكره يا جماعه، الهمبرجر في ناس يقولوا احنا بنحط بيض، عادي، هو عادي وبيعمل كل حاجه عادي، بس صدقني يا حبايبي في حاجه تنفع وفي حاجه، يعني حاجه تبقى ضروريه ومش ضروريه. نحط بياض بيضه واحده يا حبايب قلبي. حطيت الملح، حطيت بيكنج باودر اهو، معلقه شاي بيكنج باودر، مش هكتر في ناس بتقول لك حطي باكو، يا بنتي يا حبيبتي كل حاجه لازم تبقى على قدها. احط باكو لو انا عامله 3 كيلو 2 كيلو هحط باكو، لكن انا على الدول حطيت معلقه بيكنج باودر عشان تخليه هش كده اهو يا حبايبي. بحط المقادير مع قد البياض البيضه والمقادير وكله بضربهم بعضين، ودي كوبايه وحبه والله مش مكملين الربع. انت ده المقعود في الكيس يترموا، لا حطيتهم كانوا عندي اهم يا حبيبي. وقلب بقى، ولا هعمل في كبه ولا هعمل في حاجه يا حبايب قلبي، لان كل المكونات سهله واللحمه بتاعتنا مفرومه. وهنقعد بقى بعز ما عندك، اقعدي بقى ايه، اعجني فيهم يا نور عيني. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. ربنا يخليكم ليا ويدومكم نعمه في حياتي خارج مصر وداخل مصر. ربنا يبارك لي فيكم ويكبر بخاطركم على التعليقات الجميله، ربنا يسترها معاكم دنيا واخره، وربنا يبارك لكم في صحتكم، وزي ما بتدوني طاقه ايجابيه ربنا يديكم الرزق كله والفرحه كلها، ويكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري يا حبايب قلب. بصوا بقى عملتها، بصوا اهي، بصي يا وانتي ايديكي وجعاكي زي انا. وعلى فكره والكبه بتاعتي حابه تشتغل وحابه تشتغل، يا كنت شغاله كنت لفيتها عشان ايديا بتوجعني والله، قعدت اعجن فيها لما ايديا وجعتني. لو عندك برضو كبه وعايزه تريحي دماغك اضربها في الكبه عادي، بس انا ضربتها على ايدي عشان الكبه بتاعتي حابه تشتغل بمزاج. اجي وده الراجل يقول لي شغاله، اجي اجيبها البيت تقف مش عارفه في ايه. طبعا خدتها وريحتها، حطيتها في التلاجة بتاع ساعه كده وعقبال خلصت اللي ورايا يا حبايب قلبي. وهو يا حبايب قلب اللهم صل على النبي، اقسم بالله ورسول الله وصلاتي، واقسم بالله يعني تاكلي همبرجر لو عملتيه في البيت اكنك بتاكليه لاول مره، ما اكلتوش قبل كده. اللي بتاكليه من بره الشركات والحاجات دي ما بتاكلوش، لكن ده كيلو لحمه ما حطيناش اللي عليه، مش مكمل 8 كيلو فول صويا، يعتبر لحمه صافي. اما هم يعني ربع كيلو ده بيتهيألي لحمه بيحط عليه كيلو فول صويا بره يا حبايب قلب ام اسلام. برضو يا حبايب قلبي، مش عايزين فوي صويا، مش عايزين تعملوا عندكم مقداره تعملوه لحمه صافي بيبقى رائع، عندكم مقداره تعملوه برغر اعملوه، يعني كله متاح يا حبايب قلبي. عملنا كام قطعه اهو يا حبايبي؟ 18 قطعه. الكيلو ادانا 18 قطعه، النص كيلو يعني هيدينا ايه، 9 قطع كده مظبوط. 9 قطع يا حبايب قلبي. نجيب بقى قطعنا اكياس، وريتها لكم بقطعها 2 وافتحها من الجنب، يعني بقطع الكيس وهو سليم بقطعه 2 واقطعه من الجنب ده وجنبه الوسط. تفردي الكيس كده سهل 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 اهو. اللهم صل على النبي. طب انت يا ام اسلام، انت معاك البتاع اللي هي بتعمل الهمبرجر ديت، اولا دي مش غاليه، انا جايباها ب 75 جنيه. في الغلا اللي احنا فيه ده انا جايباها ب 75 جنيه حبايب قلب ام اسلام، هي مش غاليه. وما عندكيش اقسم بالله اللي بتعمليه في الغطا اجمل منها. ليه؟ على الاقل بيجي لك مقاطع، دي كبيره بتعمل الهمبرجايه كبيره. وبرضه هعملها لكم واوريها لكم يا حبايب قلب ام اسلام. في اسهل من كده طريقه؟ زهقنا من الاكل وزهقنا من كل حاجه، وبيني وبينك بتنقذك في وقت لما تجيبي 2 كيلو ولا كيلو وتعمليه وتعملي منه وتحطي الباقي في التلاجة متاخره، كنتي بره محتاره تعملي اكل جنب مكرونه بتعمليها، تجيبي لهم كايزر وتعمليه وجنب شويه رز اصفر وتعمليها، بتبقى جميله. جبت لكم العلب، غطا علبه عندي اهو، اهو ده اللي عندي.
بصوا يا حبايبي هتطلع اجمل كمان من ايه، اللهم صل على النبي، هتطلع اجمل من اللي احنا بنعمل بيه اللهم صل على النبي اللي احنا جايبينها ب 75. بنسى الاسامي يا ولاد. بصوا الجمال، بصوا مقطعتها ازاي وجميله وعاليه ازاي. بصوا واهو اهو ادي عملناه اهو. الصلاه على النبي، في اجمل من كده؟ في احلى من كده؟ قومي يلا شطروا واعملي كل حاجه في بيتك، ما تجيبيش حاجه من بره. يا ترى اللي بيتعمل من بره ده فيه ايه ولا ايه؟ اعملي كل حاجه بنظافتك. اقسم بالله هتعمليه ببيتك، او حتى هتحطي نص كيلو فول صويا او ربع كيلو هتاكليه برضو غير اللي بره. لان اللي بره كل فول صويا كله يعتبر فول صويا بس ما فيهوش دهون الا بتاع ربع كيلو لحمه ولا حاجه. لكن احنا عاملين بكيلو لحمه وتحطي ربع كيلو المظبوط. حطي ربع كيلو على اللحمه. لو انت عندك اسره وعيال ومش عارفه تعملي ايه، هاتي الكيلو لحمه وحط عليه ربع كيلو فول صويا. مش عايزه فول صويا وربنا موسعها عليك وعايزه تعمليه كده مفيش مشاكل. عايزه تحطي ربع كيلو برغر ماشي، كل حاجه ماشيه ورضا من عند الله. نفرح عيالنا ونعمل زينه من الاكل. يوم جوزك قاعد كده مش عايزه تعملي اكل وقاعدين قاعده حلوه كده والدنيا حر بقى ومش عايزه ازهقه، يبص تلاقيني حاطه عاملاه وحاطاه في الفريزر كده اهو. هنجيب اكل ايه؟ هجيب اكلكم اكل مطاعم. تقومي داخله جوه باسهل اي حاجه عندك. انا مش عاملاه بافتكاسات. بصوا عدوا معايا هم، عدوا معايا، عدوا اهو معايا يا حبايب قلب ام اسلام. ادانا 18 واحده يا حبايب قلبي. اللهم صل عليك يا نبي. تقومي بقى داخله بقى عامله عيالك سندوتشات، تجيبي حاجه ساعه تحطها جنبهم، تعملي عصير ليمون، تعملي اي عصير عندك، ولا خرجتي ولا طلعتي تقعدي بقى لو زهقانين وعندك بقى بلكونه واسعه كده، تقومي حاطه كراسي وترابيزه في البلكونه وتقعدوا انت وعيالك تتعشوا كده احلى عشوه وتشربوا حاجه ساعه وتشربوا كوبايه ليمون بالنعناع يزغزغ المعده ويدلعها، عشان ام اسلام بتموت بالليمون بالنعناع. اللهم صل عليه. هنعمل اللهم صل عليك. انا ما تصلي على الرسول يا اولاد معايا، صلوا على الرسول واذكروا الله يا حبايب قلب ام اسلام. اسهل انا عارفه ان الدنيا كلها بتعمل همبرجر، بس احنا عملنا باسهل طريقه اهو، ولا تعبنا ولا تعبنا نفسنا يا حبايب قلبي. والله اقسم بالله جمال جميل ما في بعده جمال. قومي شطري واعملي لاولادك. وادي الطاسه ما بتكذبش، حطيناها في الطاسه اهو ولا فك ما شاء الله. وتندوغي كده بتاكلي همبرجر، بتاكلي لحمه، بتندوغي القطمه معاكي مليانه شبعانه. امال ايه؟ ما تذكروا الله كده وصروا على رسول ربنا يفرح قلوبكم يا رب ويهدي لكم الحال بصلاح الاحوال ويسترها معاكم ويديكم الرزق ويديكم الفرح ويديكم الهنا ويسترها معاكم دنيا واخره. اللهم صل على النبي عليك يا نبي. اللهم صل عليك يا نبي. هو انت يا مسام كل شويه تقول اللهم صل على النبي؟ صلاه النبي كلها مكسب، كلها رزق عند ربنا. ربنا كده لما حد يقول اللهم صل على النبي يقول لك ده عبد بيصلي عليا. شوف هو بيصلي عليك كم مره. اللهم صل عليك يا نبي. اذكروا الله وتستغفروه وتسبحوا. اوعوا تصلوا لما تصلوا وتخلصوا الصلاه كده وتسبحوا يا ولد. بصوا الجمال. تقعدي تبقى بسرح معاكم والله ما ببصش للفيديو. بصوا تفضلي بقى ايه، انا مش بقلبه ناحيه واحده لا، بفضل اسويه بقى تحت وفوق، اديله كده مش ناحيه اتحمرت واطلعه لا، تفضلي تقلبيه بقى تحت وفوق تحت وفوق يديك اللونين بقى يبقى استوت معاكي جد. مش تطلعيه كده منظر ومن جوه ني لا، تقعدي تقلبي تحت وفوق مرتين ثلاثه كده تحت وفوق يستووا من هنا ومن هنا وتاكلي احلى همبرجر. تاكلوه بالهنا، تعملوه تاكلوه في الهنا في الرزق. ولو مش عايزين تعملوا همبرجر وعايزين ام اسلام تعملوا لكم وتجيب لكم لحد عندكم والله غالي واوريه لكم يا احلى متابعين يا احلى اخوات يا احلى فانز يا احلى الفريق بتاع ام اسلام. ربنا يخليكم ليا. الشباب ربنا يوسع رزقها، البنات ربنا يفرحها ويديها ابن الحلال، والشباب ربنا يديهم ولاد الحلال، وكل الشباب ربنا يصونهم، كل الشباب الكويسه ربنا يصونهم من كل حاجه وحشه ويعافيهم ويرزقهم بالرزق الكتير والرزق الوفير. يديهم رزق تعجبوا اهل الارض واهل السماء. اهو يا حبايبي بوريكم الفينا اهو الكايزر ولا ايه، معلش ما تضحكوش على ام اسلام بيتلخبط في الكلام. اهي والله ما جبت حاجه من بره، اقسم بالله ما جبت حاجه من بره، اقسم بالله الحاجه كانت عندي في البيت. مش هقول لك اشتريت، لو كنت نزلت كنت هشتري ايه يا ولاد؟ الجبنه اللي احنا بنحطها عليه اللي هي الجبنه بتاعت الهمبرجر. اقسم بالله ما اشتريت، يعني بوريكي بابسط طريقه اهو. انا ما اشتريتش حاجه من بره، بابسط طريقه. ابو اسلام كمان اللي جاب لي كايزر وهو جاي من بره، بابسط طريقه اهو. مش هقول لك عملت الجبنه وعملت مش لا، اهو بوريكم احنا شكل بعضينا اللي موجود في البيت يسد يا قلب ام اسلام يا حبايب قلب ام اسلام. بابسط طريقه هيديكي شكل كويس. عندك جبنه حطي، عندك جبنه مثلثات حطي، عندك الميكروف حطها تسيح في قلبيها، عندك جبنه رومي حط، كله ماشي والله. والله يا ولاد كله ماشي. انا والله ما عملت افتكاسات، عملت فيديو لذيذ وسهل اللي موجود في البيت يمشي معاك ويقضي معاكي اهو يا حبايبي. فرحي ولادك، اعملي روحي شوفي هتجيبي
الهمبرجر اللي ما يتاكلش شوف هتجيبيه بقد ايه. لكن انت ما تجيبي كيلو لحمه يا ستي، نص ام اسلام جايبه كيلو لحمه عشان تفيض منه. انت برضه لو مسكت على ايدك وجبتي كيلو لحمه مش هيكفيكي طقه واحده، هيكفيكي طقتين. او انتوا اسره صغيره هيكفيكوا بتاع 4 مرات او 5 تنفار، وكل واحد عملت له جنب مكرونيه همبرجيه وكبيره هتشخلع الدنيا. ادي الجزر عندنا، وادي الطماطم، وادي كان عندي حته كابوتشا صغيره مش كبيره كمان، وقضينا الغرض. ايه رايكم على الدلع اللي اتمنع ده؟ بصوا بابسط ربنا بيحلل الفقير ذاته يا ولاد، والله ربنا بيحلل الفقير ذاته. ايه رايكم؟ تعالوا اتغدوا معانا، وقوموا حطوا اللايك لطنط ام اسلام، قلب ام اسلام اللي من جوه، ربنا يخليكم ليا. ومش شطروا واعملوا الهمبرجر حبايب قلب ام اسلام، ربنا يوسعها عليكم ويديكم راحه البال ويديكم الطمانينه. وكل شاب ربنا يرزقه من حيث لا تحتسب ويفرح قلبه، وكل بنوته ربنا يرزقها من حيث لا تحتسب ويديهم رزق يتعجبوا اهل الارض واهل السماء. اللهم صل. اهو يا حبايبي بقول لكم اهو اللي انا هحطه ايه، اهو اللي انا هحطه حبايب قلب ام اسلام اللي انا افرزه. انا عملت ايه اهو، دول كل وجبه فيها يعني عندي كل طبق فيه 5 قطع، يعني هيكفوني وجبتين انا وابو اسلام او انا واولادي. ولو عملتيه اصغر من كده في علبه هيديكي اكتر من كده. فصلوا على الرسول واذكروا الله واستغفروه كل وقت واحمدوا ربنا. احنا معانا غيرنا مش لاقي، ربنا الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. كل رزق كل حاجه طول ما بتحمدي ربنا بيملى بيتك بركه ورزق يا حبايب قلب ام اسلام. ربنا يفرحكم باولادكم. عندك بنت ربنا يفرحها، عندك ولد ربنا يفرحه. اسيبكم في رعايه الله، اسيبكم كده بالرزق والهنا وراحه البال. ربنا يديكم ويدينا راحه البال ويعيدنا ويعيدكم بزياره سيدنا النبي ويشفي كل مريض. واقول لكم سلام عليكم، يلا سلام عليكم. حطوا اللايك.